ما تيجي اقول لك على مكان تتسحر فيه اول يوم رمضان وتشارك في عمل خيري كمان. المكان اللي قدامك ده قرر يتبرع بعائد اول يومين سحور لمنصه احسان. احنا النهارده في مطعم من اهم المطاعم المصريه اللي موجوده في الرياض وخصوصا في حي الملقا. احنا النهارده في بيت لحم. بيت لحم فعلا من المطاعم المصريه اللي تشرف من حيث جوده الاكل او رقي المكان او تعامل الناس اللي موجوده هناك. وبصراحه السحور عندهم يفتح النفس. يعني الفول مثلا بيتعمل ب 60 طريقه، فول بالطماطم، فول بالسمنه البلدي او الزبده، فول بالبيض، فول بالصدق، بالبسطرمه، بالجبنه، وزي ما انت عايز هتلاقي. وعملوا اختراع الطاسات اللي كان قالب الدنيا في مصر، واللي كنت بستغرب هو ازاي كل ده ما وصلش السعوديه. انا عايز اقول لك اني كنت مبسوط قوي بطاسه البسطرمه دي. وفي كمان طاسه صدق بالبسطرمه، وطاسه صدق لوحدها، وطاسه كبده، وكل الطاسات دي غرقانه جبنه. وكمان موجود البيض بكل انواعه، واي طبق ليه علاقه بالسحور هتلاقيه موجود عندهم. وحاجه جميله انك تلاقي مكان ترشحه للناس وانت واثق انه هيشرف. والصينيه دي انا رشحتها لكل الناس اللي بحبها بعد ما خلصت تصوير. اسمها صينيه الشيوخ، وبتتكون من ضلع ضاني وست ارباع دجاج و12 قطعه كفته و12 قطعه صدق و8 سمبوسه وتحتيهم فرشه رز. بمنتهى الامانه ضلع الضاني كان رهيب، اللحمه دايبه وطعمها لذيذ قوي، وباقي الصينيه كان طعمها حلو كمان، وحجمها كبير من وجهه نظري تاكل من 6 ل 7 افراد، وسعرها 345 ريال. وفي النهايه باكد عليكم المكان اسمه مطعم بيت لحم، موجود في طريق انس بن مالك في حي الملقا. روحوا جربوا، مستني رايكم، ومساء الجمال عليكم.